من 20 ل 30% من سكان العالم كلهم اتصابوا او هيتصابوا بمرض الجاثوم مره واحده او مرتين على الاقل في العمر كله. اللي حصل معاهم الجاثوم وصفوه بان هو شلل، لا بتقدر تحرك ساكن ولا بتقدر تتكلم ولا بتقدر تصرخ ولا حتى بتقدر ترمش، بتكون مقيد ومش عارف تتحرك كانك في سكرات الموت وبتتابع موتك. فاصدقائي الاعزاء، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن الجاثوم، هنتكلم عنه كاسطوره وهنتكلم عنه من الناحيه العلميه والطبيه، هنستعرض العلاج بتاعه واعراضه وكل حاجه. بس كده، لو انت اول مره تشوفني يا ريت تعمل اشتراك في القناه، تفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو، ولو انت متابع قديم قول لنا ايه رايك بقى في السيت اب والحاجات اللي احنا عملناها الجديده دي. وبس كده، يلا نبدا الفيديو. اتفضل. ايه هو الجاثوم؟ خليني اقول لك ايه هو الجاثوم من غير ايه تعقيد. فهدي لك مثال بسيط عنه. انت دلوقتي في نص الليل ويدوبك لسه صاحي، ابوك بيغفل وبينام، امك غالبا نايمه او والدتك نايمه، وانت شايف كل حاجه من حواليك، مش عارف تتحرك، مش عارف ترمش، مش عارف تتنفس. لا، عارف تتنفس بس يعني تعبيريا انت مش عارف تعمل اي شيء. وزي ما قلت لك انت يعتبر في سكرات الموت، مش قادر تعمل اي شيء. يعني باختصار الجاثوم هو حاله شلل النوم، انت مش قادر تعمل اي شيء ومش قادر انك انت تصرخ او تقول انك انت محتاج مساعده وانك انت مش عارف تتحرك. وما تخافش، ده شيء علميا هو غير مقلق، وعادي. دي حاله بتحصل غالبا 30% من البشر على الاقل مرتين في حياته زي ما قلت لك. وده كان التعريف بتاع الجاثوم. واحد من كل 3 في العالم بيحصل لهم الشيء ده. طيب بيحصل امتى او ايه الفتره اللي بيحصل فيها؟ هو غالبا بيحصل في سن المراهقه لمرحله البلوغ، ومع التقدم في العمر مره في الثانيه، في السنه في الثانيه اقصد، وكده بيقل. الحالات دي بتقل تدريجيا. والناس يعني الاخوه اللي عندهم امراض او يعني حالات قله النوم زي عدم استقرار النوم والارق زي انا، يعني احنا ما عندناش خوف، عادي. احنا ممكن يحصل لنا زينا زي الناس العاديه، ما فيش افضليه لينا يعني في كده، الحمد لله. بس يعني ما تخافوش، كل شيء تمام، بس انتوا اعملوا لايك بس. اللحظه اللي بيحصل لك فيها ظاهره الجاثوم هي اللحظه ما بين فتح عينك وصحيانك من النوم. اللحظه اللي انت بتقول فيها انا مش قادر افتح عيني بالمعنى الاصح، هي دي اللحظه اللي بيكون فيها حاله الجاثوم ممكن تحصل لك. ومش بيستمر كتير، يعني من 10 ثواني لحد دقيقتين مثلا، يعني مش ساعه، مش مشكله خالص. فبس الفكره في ان الانسان ما بيقدرش ان هو يتمالك نفسه او يتحمل الثواني دي، لان هو بيحس ان هو ميت، بيحس ان هو بينتهي. الجاثوم ظاهره عالميه، يعني مش مقتصره علينا في الشرق او عند العرب، وقديمه جدا، يعني عدت على عصور كتير وثقافات كتير. وبصراحه يعني كانت في كل ثقافه معروفه بشكل. ففي الثقافه العربيه مثلا كانت معروفه بان هي زي الوحش والجن والعفريت والكلام ده، وده هبت. بس وفي الثقافة الأوروبية والغربية كانت برضو معروفة بشيء يعني شبه الوحوش، شبه ملوك الموت. ده غير طبعا تخيل في مسلسل ما وراء الطبيعة، كان قرد. المهم ان الجاثوم كانت ظاهره اثارت خيال المبدعين والمفكرين والرسامين، وكان اترسم عنها لوحات كتيره زي دي ودي وكتير، واتعمل اعمال فنيه كتير من الافلام وكده. هبقى اسيب لكم اي فيلم منهم هنا ولا هنا. فيعني هي كانت بصراحه مصدر الهام كبير، وبس اتحلبت جامد. يعني ياما اساطير كتير ظهرت عن اسطوره الجاثوم وتبقى اساطير بس. انما علميا الموضوع بيختلف تماما، فخلونا يعني ايه نعرف العلم بيبص لظاهرة الجاثوم ازاي. دكتور برتنارد دولاجيلكي بيفضل ان هو يطلق على الظاهرة دي حاجة اسمها شلل اليقظة، مش شلل النوم، لان هي بتحصل في اللحظة اللي انت بتفتح فيها عينك. الجاثوم ممكن يحصل في اللحظة اللي بتبقى فيها حركة العين سريعة، او في مرحلة حركة العين السريعة اللي هي مرحلة الاحلام، المرحلة اللي بيحصل فيها الاحلام. وقت الحلم الجسم بيكون فاقد اتصاله بالمخ، يعني مفيش اتصال بين الجسم والمخ، علشان ده بيساعد ان الانسان ما يعملش حاجه غريبه وهو نايم، ما يعملش حاجه غبيه، ما يتفاعلش مع الحلم، يعني ما يقومش يجري زي ما هو بيجري في الحلم، او يقع من 6 دور او 9 دور. يعني الشخص هنا لما بيصحى فجاه في المرحله دي بيكون اتصال الجسم بتاعه بالمخ مش كامل، علشان كده ما بيعرفش يتحرك كويس خالص. ففي المرحله دي بيحس ان هو مشلول ومش قادر على الحركه، بالرغم من ان دماغه بيكون صاحي تماما ومدرك للي حواليه، بس غير قادر على النطق او اي شيء زي ما قلت لك. فعادي خالص، ده بيخلص في ثواني، يعني مفيش ثواني وبتلاقي الموضوع خلص بكل سلاسه. والموضوع مش خطر زي ما قلت لك، بس في حاله واحده لو اتكرر معاك مره في 2 في 10 في كتير، دي يعني بتكون بوادر خطر. هنا اقدر اقول لك انك انت المفروض تزور دكتور، علشان ممكن تعاني من النوم القهري. والنوم القهري هو يعني ظاهره، خلوني ابسطها لكم، وهي ظاهره انت بتنام فيها غصب عنك، بتنام في واضح النهار بتنام، وممكن تنام وانت بتسوق عربيتك، وانت في السوق ممكن تنام غصب عنك، هو شيء قهري. في الحاله دي بيكون في فرط في النوم، زياده في النوم، بتنام كتير جدا.
لا دي مش اللي عندنا، ما تخافش، لا لا، مش اللي احنا اللي عندنا ناس متخلف. ده اللي قاله دكتور جيكلي، ان هو يعني ان الناس اللي عندها فرط في النوم او نوم قهري هم اكتر ناس بيعانوا من الجاسوم، ومش بعيد يكون الجاسوم نفسه هو اللي بيسبب لهم ده، عشان فعلا هو اللي بيسبب لهم ده زي ما قال الدكتور. الناس دي نظرا لان النوم بتاعهم متنقل ب 60 نيله خالص، فممكن يجي لهم يعني ايه، هلاوس سمعيه، هلاوس بصريه، يعني هيقولوا عليك مجنون. تمام، بس يعني ما تخافش، كله روح للدكتور واعمل لايك. المحلل النفسي فرانسوا بلودو بيشرح الشعور بالألم الناتج عن الظاهرة دي بأن هو الشعور بالألم العادي اللي بتحس بيه أول ما بتصحى من النوم كل يوم، نظرا لارتخاء العضلات لوقت كتير جدا أثناء النوم. أما بقى عن ظاهرة الهلوسة اللي بتحصل لك، فهي دي بتحصل بسبب إنك أنت تحت قبضة الخوف، تحت قبضة الذعر، والخوف بيسبب هلاوس. وفي الفترة اللي أنت بتبقى لسه صاحي فيها المفروض ما يكونش فيه خوف، المفروض تكون صاحي كويس بطريقة كويسة. فالدماغ هنا بيلاقي ان هو صاحي بطريقه مرعبه، فبياخد وقت وبيحاول يفسر انا ليه خايف. في نفس الوقت كونه خايف ده بيأثر على الدماغ الخوف. موضوع معقد، ودماغنا كمان معقد جدا. في الواقع الشلل اللي بيحصل لك هو رد فعل طبيعي جدا للخوف، لان في المرحله دي دماغك بيكون بيلعب معاك، فعلاشان كده انت يعني بتشوف الاشكال الغريبه اللي زي دي ودي اللي بتظهر قدامكم في الشاشه دلوقتي، واللي هي الناس قالت ان هي وحوش وجن وعفاريت وموال ما يعلم به الا ربنا. طيب عرفنا الاعراض والتفسيرات، تعال اقول لك بقى الاسباب او ايه الشيء اللي بيسبب الشيء ده او بيسبب الجاسوم. الاطباء بيقولوا ان الناس اللي عندهم توتر دول اكتر ناس ممكن يصابوا بالجاسوم اكتر من غيرهم يعني، وبرضه الناس اللي مش بتنام بطريقه صحيحه دول برضه معرضين بشده. والتعب والتغير في العادات اليوميه زي مثلا تغيير الوظيفه وتغيير مواعيد النوم ومواعيد النوم اللي مش متظبطه، كل دي حاجات بتخدم وجود حاجه زي الجاسوم. برضه التوتر والاكتئاب والضغوطات النفسيه وكل الحاجات الحلوه اللي عندنا منها دي يعني هي بتسبب كده. بس يعني دي كلها اعراض شائعه بتسبب شيء يعني طبيعي ان هو يحصل لناس كتير جدا من البني ادمين. وطبعا يعني ما تنسوش المخدرات. يعني خلونا نتكلم عن علاج الجاسوم. بص، هو كحاله فهي حاله ما لهاش علاج، ما اكتشفوش ليها علاج او اصلا يعني اي شيء يعالجها. ان انطوان ادامينديتس ده عالم سويسري قدر ان هو يعرف الجزء المسؤول عن ظاهره الجاسوم في المخ، اللي هو يعني منطقه النوم الخفيف. ده اكتشاف رائع ممكن ان هو يفيد ناس كتير، زي الناس اللي عندهم ارق، زي الناس اللي عندهم مشاكل في النوم، والناس اللي بتجيلها حاله اللاواعي كتير. ولحد ده ما يحصل الاطباء بيدونا بعض النصائح والارشادات للتخلص من الجاسوم او الوقايه منه وكده، زي اننا ننام عدد ساعات كافي، اننا ناخد علاج الاكتئاب لو احنا عندنا اكتئاب، واننا نمارس تمارين الاسترخاء، ونحاول دايما ننام في مكان معين بطريقه مريحه. وده لو اتكرر نستشير طبيب عادي، ده شيء طبيعي جدا، ونحاول نستشير طبيب علشان ده شيء مفيد. ونبعد عن التفكير السلبي. ودي كانت بعض الطرق، يعني في طرق كتير تقدر تشوفها على الانترنت، هتلاقي طرق كتير جدا كده. في حاجه الناس اللي بتقدم محتوى رعب بيستغلوها جامد. يعني انا مش ضد محتوى الرعب خالص يعني، وحتى اللي فيه هبد كتير وكلنا عارفين انه هبد، انا يعني مش ضده بنسبه كبيره. بس عايزين نتكلم عن المرض ده علشان او الحاله دي علشان اتحلبت حرفيا، ما تبقاش حد ما اتكلمش عنها بالطريقه اللي انا هتكلم عنها دي، بالطريقه اللي انا هقولها لكم، يعني هوضحها لكم، اللي هي طريقه الخرافات، الجن، العفاريت، الاساطير، الرعب. كفايه، هي حاله مرضيه مش مرضيه، يعني هي حتى ما وصلتش لدرجه تكونها مرضيه، هي شيء في جسم الانسان بيحصل يعني بتزعجه، هي حتى مش مرض. وعموما اي حد بيتكرر معاه موضوع الجاسوم، الاطباء وطب النفس نفسه بيقول بلاش تفكر في الناحيه الروحانيه وناحيه الجن والعفاريت والبتاع ده، لان ده هيزود الموضوع سوء. فتخيل لو حد عنده يعني المرض ده او تعبه، فدخل يبحث عنه ولقى الكلام اللي انتوا بتقولوه، يعني حرفيا البني ادم ده هيتجنن، اللي هو مجرد حاله عاديه بتحصل له، حاله نفسيه بتحصل له، فيلاقي ان في عفاريت بتبص له وجن ومش عارف ايه والكلام ده. يعني في ايه يا جماعه بقى؟ يا ريت نتكلم بالمنطق، علشان حتى الدين ذات نفسه ما قالش ان الحاله دي ليها علاقه بالموضوع ده، كل دي اساطير شعبيه وبتتناقلها الثقافات يعني. بس فمعلش بلاش موضوع جدي 16 اللي روحه عايزه ترجع تلبسني انا، وبلاش الموضوع ده علشان حرفيا ده بيأذي الناس في اوقات. ويعني هو اللي انا عايز اقوله وعايز اوصله ان الجاسوم ملوش اي علاقه بالماورائيات والميتافيزيكس والجن والعفاريت والرعب والكلام ده كله. لو انت بيجيلك الحاله دي كتير، هي حاله نفسيه مش اكتر، مش يعني مش معناه انك مجنون، لا، حاله بتحصل لكل البشر، شيء نفسي بيحصل لكل البشر عادي جدا. ما تحطش في دماغك هبد كتير، تمام؟ يعني روق دماغك. لو عندك جاسوم تعمل ايه؟ فرانسوا بيلودو بيقول اوعى انك تحاول انك انت تحارب الاعراض بتاعه الجاسوم، واوعى تحاول تسيطر عليها وتعمل نفسك برم، علشان ده هيضرك انت. ما تحاولش ترجع سيطرتك لنفسك بنفسك، ما تاخدش الموضوع علشان
ده مش هيفيدك، ده هيضرك بزياده. اي حاجه بتحصل في اللحظه اللي انت حاسس فيها بشلل النوم ده مش هيضرك عادي، هي مش هتاثر عليك بره الوقت ده، فخليك هادي، استرخي، خليك عاقل. ماشي، اقول لك على حاجه، ارجع نام تاني، بس ما تاذيش نفسك او ما تحاولش تهبل، تمام؟ علشان بس ايه الامور ما تبص. الانسان بتجيله هلاوس، انا عارف بسبب الموضوع ده، بس اوعى اياك انك انت تبعد عن سريرك، تبعد عن اوضتك، تبعد عن اي حاجه للنوم، تسهر كتير، لان ده مش هيعمل اي حاجه غير ان هو هيضاعف المصيبه اكتر، ان هو هيزود في دماغك شكوك وهيخليك تصدق الخوف والهبل ده. فعادي نام على سريرك، نام كويس، ما تتعبش نفسك. بقى ما تعمل كده حاول تمارس رياضات الاسترخاء، حاول تمارس تمارين رياضيه، حاول انك انت تستشير طبيب لو بيتكرر معاك كتير، حاول انك انت تلجا لحل منطقي علمي سليم. بس كده، دي كانت حلقتنا عن الجاسوم النهارده. اعتقد ان هي دي كانت حلقه طويله شويه. يعني ما تنسوش بقى، احنا وصلنا من دلوقتي لنهايه الحلقه، وصلنا لنهايه الفيديو. لو عندكم افكار لحلقات جديده او فيديوهات جديده اكتبوا لي في التعليقات، ما تنسوش ده عشان ده شيء مهم جدا. ما تنسوش برضه لو انت متابع قديم بقى ليا وكده، علشان انا ما عنديش متابعين كتير يعني قول لي ايه رايك في الحاجات الحلوه اللي احنا عملنا، حاولنا ان احنا نعملها يعني. ما يعني لو عجبك قول لنا يعني ان هو عجبك. بس المهم بقى ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تفعل زر الجرس، تعمل اشتراك في القناه، تعمل كل حاجه يعني تفيدنا، تعمل شير علشان الفيديو يوصل لناس كتير ويعرفوا حقيقه الشيء اللي هم مخدوعين فيه غالبا. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو، و gratitude for everyone watching for end. اوكي، يمكن انا قلتها غلط بس مش مهم يعني. شكرا لكل انسان سمع للنهايه، انت انسان يعني صديقي، you are my homie. وبس كده، يلا سلام.